وما أحلى أن نبدأ بالمغرب. المغرب كازا بكسوتها البيضاء، رباط الخير وطنجة وغدير، فاس ووجدة الفاخرة ومراكش الحمراء الساحرة. المغرب هي سحر تبقال الشاهق وسلسلة جبال الأطلس التي تتحدث عن المغرب وعلوها، عن المغرب وسحرها. من مقاهي السعيدية فنجان القهوة يناديك، والبحر يستجديك، وقارب هناك يتمايل والموج يعانقه بسحر تلك الأمواج ونظرة الصياد. المغرب هو التاريخ، المغرب هو الحضارة، وهي العلم والدين، وفيها العلم والدين منارة. ينبت الصالحون بالمغرب كما تنبت الأرض الكلاء. هكذا وصفت دائما البلاد التي قيل يوما عنها إذا كان المشرق أرض الأنبياء فإن المغرب أرض الأولياء والصالحين. ولا عجب في ذلك، فمراكش سماها الناس بمدينة السبعة رجال، ففيها استوطن 7 من خيرة علماء المسلمين، جمع بينهم زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف وسعيهم لأعمال الخير وحفظهم للقرآن. وكما اتخذ الصالحون والأولياء مدن المغرب وقراه مقارا لهم، فإن في هذا البلد مسجد القرويين، أقدم جامعة في العالم ما زالت عاملة إلى الآن بدون انقطاع. بنت الجامعة فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية أم البنين حفيدة عقبة بن نافع. في هذا الجامع الذي تبرعت أم البنين بكل ميراثها لبنائه، وظلت صائمة محتسبة إلى أن انتهت أعمال بنائه، تخرج الكثير من علماء الغرب. درس فيه سلفستر الثاني غريبرت دورياك الذي شغل منصب البابا أواخر القرن العاشر الميلادي، كما أن موسى ابن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي قضى فيه بضع سنوات. زار القرويين الشريف الإدريسي ومكث فيه مدة، كما زاره ابن زهر مرات عديدة. وعلى غرار هؤلاء مر من الجامع أيضا ابن البناء، وهو أشهر عالم رياضيات في عصره، وابن باجة، وكان ممن نبغوا في علوم كثيرة منها اللغة العربية والطب، وابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، ولسان الدين ابن الخطيب، وابن عربي الحكيم، وابن مرزوق. العلماء ورثة الأنبياء، وفي المغرب حظي العلماء دائما بالمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة عند السلاطين كما عامة الناس. ففي العصور الذهبية للمغرب كان العلم شرطا في الارتقاء في سلم الوظائف، وقد لعب العلماء أدوارا طلائعية في شتى المجالات، ولم تقتصر أدوارهم على التدريس والإقراء والتأليف والتنظير، بل كانت لهم مشاركات قوية في العمل السياسي، وكان حضورهم وازنا في بلاطات الحكام والملوك، وكان لهم رأي في الحرب والاقتصاد والقضاء وسائر شؤون الحياة. وقد حرص الأمراء والملوك المغاربة على تقريب أهل العلم، وألزموهم بتولي المناصب والمشاركة في التسيير والتدبير. ففي دولة يوسف ابن تشفين أحاط أمير المسلمين نفسه بجيش من خيرة علماء عصره، ولم يكن يقطع في أمر دون مشورتهم، حتى إنه لم يقدم على ضم الأندلس إلا بعد أن أفتاه الفقهاء بوجوب ضمها وحمايتها من غارات الأسبان، وإنه يأثم إن تردد في فعل ذلك.
وفي العصر الحديث أقام الملك الحسن الثاني الدروس الحسنية، وهي دروس تلقى بحضرته وتحت رئاسته وبحضور كوكبة من العلماء والمشايخ والدعاة والقراء وأصحاب الفكر والثقافة من المغرب وخارجه طيلة أيام شهر رمضان. وقد سار جلالة الملك محمد السادس على نهجه، وليست هذه الأمثلة إلا غيضا من فيض مظاهر تكريم سلاطين المغرب للعلماء، مما يدل على أن دولة القلم لم تكن دون دولة السيف شأنا في عصور الازدهار. والمغرب الأقصى ليس فقط بلد العلم والعلماء والمتصوفة والكرامات، بل نافذة يطل منها العرب والمسلمون على الأندلس قديما، من مغارة هرقل بطنجة المدينة التي تشبه اللؤلؤة ويتراءى منها بر أوروبا بالعين المجردة. ثمة أيضا سلسلة من المدن الأثرية التي تؤرخ للعهود التي تعاقبت على أرضه منذ الفينيقيين إلى العهد الإسلامي، فمدن حبلى بالأحياء التاريخية والآثار المصنفة. وفضلا عن كل ذلك هناك تنوع طبيعي قل نظيره، فشواطئ المغرب ليست جميلة وحسب، لكن هناك أيضا جباله الثلجية وسهوله الخصبة وصحاريه الحارة التي تجعل من يزوره يقف على لوحة بديعة ومدهشة في نفس الوقت. وثقافيا سمح موقع المغرب الجغرافي بأن تتلاقح فيه 5 روافد حضارية أساسية: الأمازيغية، العربية، العبرية، الأفريقية والمتوسطية. هذا المزيج انعكس على الخصوص على عادات وتقاليد المغاربة، موسيقاهم المختلفة وألبستهم، وبخاصة مطبخهم الذائع الصيت. المغرب مهجة الروح، وحين تزوره فإنك بدلا من أن تسكنه سيسكنك، بل إنك ستترك قلبك خلفك على أمل العودة إليه مجددا. هذا هو المغرب، فلا تستغرب.